بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل أحلى بلح شام بطريقة ناجحة وبسيطة، مقدار بسيط صغير. أي حد ممكن يعمله كتجربة ومع إن هي تجربة ناجحة، بس يعني برضو عشان هو الحاجات دي بتبقى مكلفة والدنيا غلا دلوقتي، فإحنا بنعمل مقدار صغير. فقدامنا المقادير حوالي تلت كوباية زيت صغيرة، وكوباية مية، ومعلقة سكر صغيرة، وذرة ملح، وكوباية دقيق، ومعلقة كبيرة نشا، ومعلقة ونص سميد، وبيضتين. انا دلوقتي هعمل الشربات حوالي كوباية كده، بنحطها كوباية وتلت او كوباية ونص سكر، وبنحط عليها كوباية مية. بيبقى ايه كده الشربات عندي مظبوط، واحط عصرة ليمون. الشربات بتاعه دايما ما بيبقاش خفيف خالص ولا تقيل خالص، يعني معقول. انا المقدار ده هحطه على النار، ياخد كده حوالي 10 دقايق. وادي المقادير الجافة قدامي زي ما انا قلت كده: كوباية دقيق، وعليها معلقة نشا كبيرة، ومعلقة ونص دقيق سميد. هنبدأ الطريقة بتاعتنا. الأول هنحط تلت كوباية الزيت وكوباية المية وذرة الملح، نحطهم على النار، هنخليهم يغلوا كويس خالص. هنضيف عليهم برضو معلقة السكر، وهنسيبهم لحد ما يغلوا كويس على النار. هنا بنقلبهم كويس كده زي ما احنا شايفين. اول ما غلى ضفنا كوبايه الدقيق والمعلقه ونص سميد ومعلقه النشا، وابدا اقلب فيه كده خالص خالص، اشرب الدقيق في كميه السوائل اللي انا حطيتها لحد ما تشرب كويس خالص معايا. والنار هاديه زي ما احنا شايفين، نار هاديه خالص، لان احنا كده بنسوي العجينه. يعني بتبقى بطريقة لازم العجينة كده تتقلب على النار، بدي تسوية للعجينة نفسها. زي ما احنا شايفين كده اهو، شربنا الدقيق كويس في كمية السوائل اللي ضفناها بالمعلقة لحد ما يختفي الدقيق خالص زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده بناخده بنبرده في طبق كده، نخليه يبرد كويس خالص في طبق، نحاول نهويه خالص. اياك نحط البيض مباشرة. لو حطينا البيض وهو بالسخونة دي كده هيستوي البيض فيه، لكن زي ما احنا شايفين بنحطها، بنحاول نبردها وناخد وندي في العجينة كده على الرخامة. بعدين نبدأ نكسر البيض بيضة بيضة كده، بنضيفها ونحط عليها الفانيليا، حوالي نص معلقة فانيليا او كيسين فانيليا صغيرين. وانا بيضة بيضة كده بضيفها، اعجنها كويس، اشربها في العجينة. بعدين بضيف البيضة التانية برضو بشربها ليها زي ما احنا شايفين كده اهو. بنشرب البيض خالص لحد ما يختفي في العجينة، وضفنا البيضة التانية وبرضو بنشربها كويس خالص. عجينته بتبقى حلوة، يعني لينة كده في ايدك وسهلة، يعني مش حاجة صعبة، مش يابسة. لان هو لو عجينته ناشفة بيطلع كابس وبيطلع تقيل كده، مش هش وحلو من جوه. احنا بنشرب اهم حاجة البيض، نشربه كويس خالص في العجينة، نتمم عليه كويس ان مفيش اي اثر للبيض. بعد كده اكون محضرة جمع مناسب، شكله يكون حلو ما يبقاش كبير خالص، عشان هو لما بيتحط في الزيت ويتجلي بيبقى بينفش، بيتضاعف حجمه. فلازم عشان يقعد بشكله الجميل والرسمة بتاعت الجمع ما يبقاش حجم الجمع كبير، فتحته كبيرة، لا تبقى فتحته صغير. زي ما احنا شايفين العجينة اهي بعد ما شربناها البيض، يعني جميلة، سهل ان انا امسكها واتحكم فيها. انا ممكن اجهز المقدار كله، اقطعه واحطه على صينية كده، وبعد كده ابدا اروح اقليه. لكن ما استعجلش اروح كده على النار والزيت يسخن، لان هو لازم يبقى الزيت بارد وانت بتحمري. في الاول في بداية تحميره لازم الزيت يبقى ادوب سخن كده، ما بينسبوش يسخن خالص يغلي. وهو بارد زي ما احنا شايفين اهو كده، بنبدأ نحط صوابع بلح الشام
في الزيت، ويبدأ الزيت يسخن والصوابع بتاعت بلح الشام بتضاعف حجمها زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله كمية الصوابع ملت الطاسة عندي اهي. ابدأ اقلبهم كده واشربهم من جميع الاتجاهات، اقلب فيهم لحد ما بياخدوا اللون الذهبي الحلو بتاعهم ده كده الجميل. وانا زي ما انتم شايفين كده بيطلع مجرمش وفي منتهى الجمال. دي فايدة معلقة النشا اللي انا ضفتها في العجينة بتاعته، بتديله الجرمشة والهشاشة اللي بنحس بيها واحنا بناكله كده يعني. زي ما احنا شايفين اهو، نديله لون حلو كده، يبقى لون ذهبي جميل. بعد كده بنصفيه، ويكون طبعا انا محضره الشربات من قبليه وبرد، ميبقاش الشربات سخن وهو سخن، لا هو الشربات يبقى بارد وهو برضو عامل ما انا بطلعه واحط حطه تاني في الطاسه، اروح اسقي اللي انا طلعته يبقى كده تمام. وعلى مصفى بصفيه كويس برضو عشان ما يبقاش شارب كميه. شايفين صوابع بلح الشام ما شاء الله خدت اللون الذهبي الجميل، وحجمها تضاعف اهو معانا. برضو هنبدأ نصفيه ونطلع من الزيت. المحطة التانية طبعا انت هو مش هي الكمية دي، الكمية التانية ببعد طاسة الزيت من على النار لحد ما تهدى شوية ليه لما احط الكمية التانية، لان انا لو حطيته والزيت بيغلي بالشكل ده هياخد لون وهو قلبه من جوه نايم. ما شاء الله احنا كده اهو صفيناه الكمية كلها طلعناها، وهنبدأ نروح نسقيها بالشربات بعد ما تهدى. وابعد الطاسة من النار زي ما انا قلت لكم عشان تهدى شوية. انا هنا اهو هسقي الكمية اللي انا طلعتها في شربات بارد، بطلعه في مصفى عندي كده اهو زي ما احنا شايفين عشان ما ياخدش كمية شربات اكتر من اللازم يعني، هو كده خد كفايته. ابدا اطلع في المصفى كده الكمية كلها لحد ما اخلص وانتهي من تحمير كمية البلح الشام كلها اللي عندي، وابدا احطها في طبق للتقديم وازينها طبعا بجوز الهند الجميل. اي حاجه انت بتحبي تزيني بيها تضيفيها عليه تحطيها. يعني انا بسقي باقي الكميه، ما بخليش الصوابع تطول في الشربات عشان ما تشربش كتير يعني. وادي الكميه التانية انا بعد ما طلعتها برضو وسويتها برضو هحطها في الشربات واطلعها واصفيها كويس. اهم حاجة ان ما تطوليش فترة بلح الشام في الشربات، لان ما بيستحملش خالص. هو بمجرد بتحطيه بياخد كمية من الشربات وخلاص كده هو شرب الكمية اللازمة ليه. لو سبتيه رميتيه في الشربات وسبتيه مدة طويلة طبعا بتطلعيه بعدين بيبقى مليان شربات وزيادة عن اللزوم يعني. لا لكن كده احنا لما بنحطه بس ياخد جلبتين في الشربات كده بيبقى الحلى بتاعه مظبوط، ماسكاه في ايدك مجرمش وانت بتاكليه، مش نايخ كده وطري في ايدك ولا اي حاجه. ادي كل الكميه ما شاء الله. والله كوبايه يعني كوبايه الدقيق دي رمت كميه يعني طبق محترم يعني، يقضي الافراد الاسره كلهم يعني. بعد الفطار كده لو كل واحد اكل هياكل لحد ما يشبع من الكميه دي وتزيد كمان. ادي ما شاء الله احنا بنرصهم في طبق كده ونبدأ نرش عليهم شوية جوز هند، طبعا لان جوز الهند ده من الحاجات الجميلة اللي بتطعم وتدي ريحة جميلة لأي حاجة من الحلويات بالذات المقليات اللي زي دي. ما شاء الله اهي كمية محترمة اهي، وادي جوز الهند بنرش عليه في منتهى الجمال. والله كمية محترمة وطعمه في منتهى الجمال. وطبعا هو من الحياة الأساسية اللي لازم تبقى عندنا في رمضان، ولازم نعمله مرة واثنين وثلاثة واحنا صايمين. ومتنسناش في الشير واللايك لقناتنا ومامتها عشان نعمل لكم كل حاجة جميلة حلوة. شكرا.